يا صباح الفل، يا صباح السعادة، يا صباح كل حاجة حلوة لعيونكم يا أحلى خط في الدنيا. عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب. فيديو جديد ويوم جديد ويا رب يعجبكم بإذن الله. بس يلا بقى قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في التعليقات، ونحط اللايك الحلو من ايديكم الحلوة يا أحلى خط في الدنيا. النهارده بقى يومنا مش عادي، عايزة أقول لكم إن أنا فرحانة كده، وكلكم قولوا لي في التعليقات مبروك. أخيرا أخيرا جبت التلاجة اللي كان نفسي فيها. طبعا أنا بقالي سنين كتير، أنا ساعة ما اتجوزت ما غيرتش التلاجة بتاعتي، كانت مطلعه عيني وما بتسقعش، وجبنا لها تصليحات كتير. بس الحمد لله بقى بعد تفكير عميق وان شاء الله كده ربنا ناويني الاختيار الصح، وجبت بقى ثلاجه شرب. بصوا بقى اعمل لكم ريفيو عنها وهقول لكم بقى كل التفاصيل، بس كملوا معايا الفيديو للاخر عشان الفيديو بقى ومشاهده الفيديو الكامله بتفرق معايا جدا. وانا طبعا بتعب في الفيديوهات، وعملت لكم فلوجات حلوه قوي لرمضان. شجعوني كده واستاهل منكم اللايك الحلو. هنتكلم بقى عن كل بقى مميزات التلاجة دي، وهقول لكم كل حاجة عنها. بس عايزة اقول لكم بقى انا غيرت مكان الديب فريزر. فاكرين الديب فريزر كنت حاطاه هنا؟ انا غيرت مكانه ونقلته الناحية التانية هنا، وعملت بقى الحيطة بالفوم الابيض كله كده عشان يبقى المطبخ كله بقى بالفوم الابيض، لان الحتة دي ما كانتش معمولة. وحطيت التلاجة في المكان ده، يعني انا حباها هنا. وطبعا التلاجة القديمة دخلتها في اوضة النوم، هي اي نعم شغالة بس على قد حالها يعني. فالحمد لله الحمد لله كده ان ربنا الحمد لله كرمني بالتلاجة دي، وقدرت ان انا اجيب احسن نوع في السوق بصراحة. يعني بعد ما دورت وشفت بشوف ريفيوهات كتيرة، رأي الناس وكده، فالحمد لله كلهم اجمعوا ان شرب حلو قوي. بصوا بقى عايزه اوريكم الازاز الحلو ده ساندي جايبهولي هديه عيد الام. هتقولي لي من دلوقتي اقول لكم بصوا طالع جديد كده. تعالوا بقى نشوف التلاجة ومميزات التلاجة. التلاجة دي اول حاجه شرب، دي بلازما عشان تنقي الهواء والروايح من جوه. دي ضمان 10 سنين زي ما انتم شايفين، العمر الافتراضي ليها سنتين. طبعا قطع الغيار وكل حاجه لمده 10 سنين، يعني عليها ضمان 10 سنين. دي يعني كل الثلاجات اللي في السوق لا اما سنتين لا اما 5 سنين. بصراحه شرب ممتازه جدا في حته الضمان اللي هو 10 سنين. طبعا انا جبتها اللون الاسود. عايزه اقول لكم ان انا يعني لفيت محلات كتيرة عشان اعرف اجيب الموديل ده واللون اللي انا عايزاه. يعني في موديل تاني بقى هو ده اللي انا لقيته في السوق ولقيت دي بصعوبة. الباب من هنا بمقبض حديد كده كبير، بتفتحي منه الفريزر، والباب التلاجة برضو زي ماسورة كده حديد. بس انا ما حبيتش الشكل ده نهائي. جبت بقى اللي هو اللي بيقولوا عليه بيلت ان، بتبقى كده من هنا، دي بتبقى حديد. طبعا لسه ما شلتش اللزق بقى، بس هشيله معاكم اهو. لسه ما شلتش الحاجات دي على لزق، مش عارفه بقى انا اشيله ولا اخليه، مش عارفه. بس خليها دلوقتي مش هنشيلها، ماشي. وجبت الباب اللي هو الزجاجي، في طبعا باب العادي وفي بالباب الازاز، فانا اخترت اللي هو بيبقى ازاز. طبعا كان في منها اللون السيلفر وكان في الاسود، بس انا انا حابه اللون الاسود. فانا طبعا عقبال ما لفيت عشان اجيب المقبض اللي هو بيلت ان ده، فرق بينه وبين المقبض التاني العادي 1000 جنيه. بس بصراحه انا قلت مش اشكال ادفع 1000 جنيه، بس اجيب حاجه انا شكلها عاجبني ومرتاحه له. فالحمد لله بعد لف كتير الحمد لله، يعني انا رحت العربي نفسه لفيت على الفروع بتاعتهم، قالوا لي مفيش. المهم بقى من هنا لهنا، المهم اللي لقيت محل، والحمد لله ربنا اكرمني ان انا لقيت الموديل اللي انا عايزاه. تمام. دي بقى شاشه ديجيتال، هنشوف دلوقتي بقى بتشتغل ازاي. هنشوف كل حاجه. عايزه اقول لكم ان هي فيها موفر للكهرباء، فيها مميزات كتيره قوي. طبعا الجناب، تعالوا اوريهم من هنا يا سندي. الجناب جلد، يعني الجنب من هنا والجنب من هنا جلد. بصوا من هنا ده جلد، يعني ده مش بلاس، لا ده جلد. بصوا ده جلد كده متبطنه بجلد، وما شاء الله حجمها حلو. نسيت اقول لكم بقى حجمها، هي 450 لتر اهي. بصوا 450 لتر، ودي 16 قدم 450 لتر. تمام. شرب 450 لتر. طبعا في منها احجام تانية، بس انا قلت ده الحجم المناسب ليا، وحلوه بصراحه. وزي ما انتم شايفين زي ما قلت لكم دي ضمان 10 سنين. البلازما دي تنقي الهواء والروائح من جوه، وفيها موفر للكهرباء، يعني فيها مميزات كتيره قوي. تعالوا بقى نفتح الثلاجه من جوه ونشوف شكلها. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى المساحه بتاعتها حلوه قوي. انا فتحت ثلاجات تانية كتير كانت الحته دي بتبقى عريضه قوي واكله من الثلاجه، فلا حاسه ان دي واسعه، شرب واسعه ما شاء الله. فيها
ده بصوا الدرج ده، وفيها بقى الرفوف بتاعتنا دي. ده طبعا ازاز كده، ازاز اهو، وفيها الدرجين دول بصي زي تحت يا ساندي كده، فيهم زي فاصل بين الدرجين، في فاصل بين الدرجين دول اهو. طبعا انا لسه ما فرشتش، ما عملتش اي حاجه، انا قلت النهارده بعمل لكم ريفيو عنها كده، وان شاء الله بقى نجيب لها مفرش حلوه كده ونزوقها كده ونفرشها مع بعضينا باذن الله. بصوا بقى الباب فيها هنا منظم للبيت، حاطه هنا في كذا درج زي ما انتم شايفين، هنا متقسم 2 وهنا برضو درج تاني اهو. والدرج الصغنن ده بقى الاكياس الكاتشب الحاجات الصغيره. بصوا فيها زرار انذار بقى، بتديكي زي صوت انذار كده لما بتفتحي الباب كتير، تفضل بقى تعمل لك صوت عشان تقفلي الباب. وفيها رف من تحت طبعا. ده شكلها كده من جوه. طبعا الموتور بتاعها مفيش موتور من ورا كده، الموتور بتاعها داخلي، يعني من ورا مفيش اي حاجه خالص. تعالوا بقى نشوف الفريزر. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى الفريزر من جوه ما شاء الله حلو قوي، كبير، مساحته كبيره وما شاء الله حلو. وفيها زي ما قلت لكم بقى الايس ميكر كده، دي علبه بتحطي فيها ثلج. طبعا لو حابه تشيليها بتشيليها عشان ما تاخدش مساحه، حابه تخليها بقى بتخليها كده، تحطي فيها الثلج وتنزلي كده اهو. بصوا وفيها الخزان الميه ده، يعني بسم الله ما شاء الله فيها كل حاجه، عجباني قوي ما شاء الله عليها، حلوه قوي. عشان لو النور قطع ولا حاجه يبقى الخزان ده ما يبوظلكيش الاكل، يفضل يخليه ساقع زي ما هو. وفيها لمبه بقى، الفريزر فيه لمبه، دي برده ميزه حلوه قوي ان الفريزر فيه لمبه من جوه. فطبعا حجم الفريزر ما شاء الله حلو قوي، كبير قوي ما شاء الله، ياخد كميه حلوه. فطبعا بقى هنحضره بقى كده، هنعمل تفريزات حلوه كده لرمضان. انا ما رضيتش احط فيها اي حاجه عشان ان شاء الله في فيديو هنعمله مع بعض، نحط بقى نرص كل حاجه كده ونظبطها. هنا بقى دي زي رفين كده، دراج برضو ممكن نحط بقى فيها ازايز عصير عايزين نفرزها، اي حاجه من هنا. فما شاء الله حجمها حلو. وبصوا الباب، بصوا هي كده صفرت لنا عشان نقفل. فده حجم الفريزر من جوه يا جماعه. تعالوا بقى نشوف بتشتغل ازاي. حابه بقى تظبطي درجه الحراره بتاعتها من هنا، هي شاشه ديجيتال وبيقول لك الترموستات بتبقى هنا. هنبدا. بصوا بسم الله، هنا بتدوسي على دي الشاشه بتاعتها، تمام. بتبداي تظبطي بقى من هنا، يعني مثلا دي البلازما احنا عاملينها، قلنا عايزه تخليها اوف اهي كده. انا قفلت البلازما دي اللي بتنقي الروايح من جوه، عايزه تفتحيها ترجعي تاني تعملي اون من هنا اهي اون. عايزه بقى تثبتي خلاص اون دي كده هي شغاله، اللي هي تنقي الروايح. احنا طبعا عايزينها نخليها ايه، تنقي الروايح. تقومي دايسه هنا تثبيت، سامعين كده؟ انا ثبتت الايه البلازما بتاعتي، تمام. عايزين بقى نغير تاني، نشيل، لا مش من دي بقى الموفر الكهرباء. عايزه تخليها اون عشان توفري في الكهرباء، عايزه تخليها اوف بتقفليها، تمام. وبرده بترجعي تثبتي من هنا، بتدوسي هنا كده تثبيت، تمام. ترجعي بقى تاني، احنا خلاص خطرنا البلازما وموفر الكهرباء. الاف ده الفريزر ولا التلاجة؟ الفريزر. الاف الفريزر. انا عاملاه على 14، هي في لغايه 16، انت حابه بقى 14 15 16 زي ما تحبي. وترجعي برضو هنا في تثبيت، تقومي دايسه تثبيت. نرجع تاني. شوفي التلاجة، التلاجة انا عاملاها على 4، تمام. حابه برضو تعلي من هنا توطي من هنا كده، بنعلي كده بنوطي من الزراير دي، السهم اللي فوق والسهم اللي تحت. طبعا كل الامكانيات دي احنا هنعرفها مع بعض تاني، ولو حابين اي استفسار تاني برضو اكتبوا لي في التعليقات. ونرجع بقى ايه، نثبت من هنا، تمام. بس وتقومي دايسه هنا اهي، دي اللي بتجيب لك بقى ايه زي الشاشه بتغيري منها، ودي هنا بقى بتطلعي فوق وتنزلي تحت، وهنا بنثبت. فاهمين؟ قلنا بقى كل حاجه عنها. طبعا لو انتوا حابين اي استفسار اي سؤال، طبعا انا هرد على كل تعليقاتكم. طبعا عايزه اقول لكم اني واشكركم بجد على تعليقاتكم الجميله اللي دايما بتدعمني. عايزه اقول لكم انا ببقى فرحانه جدا لما بسمع تعليقاتكم. فيلا بقى حطوا لي كده لايك كده لو وصلتوا معايا لحد هنا، قولوا لي ايه رايكم في الثلاجه كده، واكتبوا لي مبروك بجد. انا عايزه اقول لكم انكم بتعاني مع ثلاجتي. عايزه اقول لكم بحط الخضار، مجرد ما بحطه تاني يوم هلاقي الخضار باظ، مع اني شحناها وصلحناها برده مفيش فايده. عملنا فيها صرفنا عليها كتير قوي. كان ثلاجتي القديمه زي ما قلت لكم كريزي، بس شرب حلو قوي. ثواني يا عاصم.
شرب بصراحه ناس كتيره شكرت فيها، وانا ما بشتريش اي جهاز بصراحه، لان طبعا الاجهزه غاليه جدا. وبصوا انا عايزه اقول لكم ان انا تعبت جدا عقبال ما جبت الثلاجه بتاعتي دي، والحمد لله ربنا كرمني ورزقني بيها، وسمعت كلام حلو قوي عنها، عشان كده انا اخترت الثلاجه شرب. لان انا ما بشتريش زي ما بقول لكم، لان الاجهزه غاليه، وما بشتريش اي جهاز غير لما بعمل ريفيو عنه مره واثنين وثلاثه، واشوف راي الناس حلو ولا لا، وانزل اسال عليهم. ف... يعني الحمد لله لقيت ناس كتير قوي بتشكر في شرب وبتقول عليها حلو. بس فحبيت بقى بما اني جبت بقى ثلاجه حديثه، اجيب بقى كل حديث. ده كان الموديل احدث حاجه، اللي هو الباب الزجاجي المقبض البلت ام. طبعا في حاجات موديلات تانية اللي هي اقل منها، اللي هو زي ما قلت لكم مقبض عادي. الثلاجه ما تبقاش ازاز، بتبقى عاديه. طبعا الازاز ده ما بيلزقش عليه حاجه بمغناطيس او اشكال بمغناطيس، فانا جايبه لها تشكيله حلوه قوي، بس مش مغناطيس بقى، انا جايباها دبل فيس. عيبها بقى ان انا سمعت طبعا عيبها الوحيد ان بص بتبصم بقى، مجرد ما بتحطي ايدك عليها كده بتلاقي بصمات الايد. فان شاء الله اجيب لها بخاخ كده بقى، عشان طول ما انا قاعده هفضل امسح فيها، انا عارفه. هو ده بقى عيبها، يعني هو العيب الوحيد ان هي بتبصم، الازاز بيبصم. بس مش عارفه بقى انا كده قلت لكم كل حاجه ولا لسه في تاني. بس زي ما قلت لكم بقى، دي تنقية الهواء اللي هي البلازما دي بضمان 10 سنين، اللي هي فيها 450 لتر، هي 16 قدم. فيها موفر للكهرباء، ودي حاجه كويسه جدا. حابه بس التوفير في الكهرباء، يعني ما بتسحبش كهرباء كتير، ففيها كل المميزات، و10 سنين ففيها كل حاجه. حجمها ما شاء الله كبير. تعالوا نشوف الثلاجه تاني من جوه. اللي خايف بقى من رفوف الازاز، عايزه اقول لكم ان هناك في المحل يعني قالوا لي الازاز ده بيشيل 35 كيلو، فما شاء الله ما شاء الله الله اكبر، يعني ما بيتكسرش. فطبعا هنحافظ عليه، يعني برده مش متقل عليه قوي. وهجيب لها زي ما قلت لكم مفارش. هجيب برده في الدرج ده مفرش كده. كل ده بقى هجيبه ان شاء الله ونفرشه سوا. وزي ما قلت لكم كده فيها كذا درج زي ما انتم شايفين، 1 2 3 4، والدرجين اللي تحت الباب فيه زي ما انتم شايفين كذا رف اهو، فحلو قوي. فمش عارفه بقى افرش الرفوف كمان، احط لها مفارش ولا احط هنا بس؟ قولوا لي بقى رايكم كده في التعليقات، احط بقى في الرفوف دي ولا احط كمان في باب التلاجة؟ بس ان شاء الله بقى هنرصها كده مع بعض، وهنجيب لها حاجات حلوه باذن الله كده، مفارش ان شاء الله كده حلوه ونفرشها. طبعا مش هعمل اي حاجه غير معاكم، طبعا شجعوني كده عشان نبدا بقى نفرشها سوا، واجيب بقى تفريزات حلوه كده لرمضان. كل سنه وانتم طيبين، ويعود عليكم الايام بالف خير يا رب. نجيب حاجات ونفرزها ونشيلها مع بعض. فلو وصلتوا بقى معايا لحد هنا، دعموني كده باللايك وشجعوني. قولي بقى في التعليقات اللي عنده تجربه عن شرب، يقول لنا كده في التعليقات، يقول لي بقى الثلاجه دي حلوه ولا لا، وقولوا لي مبروك عشان انا فرحانه جدا. الحمد لله الحمد لله. فرحانه قوي ان انا جبتها، وحابه قوي ان انا لقيت اللون الاسود، لان فاكرين الغساله ما كنتش حابه لونه خالص، عشان انا كنت جايبه الديب فريزر اسود وجايبه الاير فراير اسود، فبقى كله اسود. هتقولي اسود في اسود؟ لا، بس الاسود حلو قوي مع الابيض. وكنت حاطه بقى الدلايه، بصوا جبت الدلايه دي اللي كنت موريها لكم في فيديو المشتريات، حطيتها هنا بس حاساها صغيره قوي، فعايزه اجيب بقى ايه قرانيه كده احطها هنا، وانقل الدلايه دي فوق كده. وعايزه اجيب مفرش من فوق احطه على الثلاجه، لان انا طبعا الدهون وكده، فعشان ما تبص اجيب لها مفرش من فوق. مع اني نسيت، المفروض كنت جبت وانا بفرش المفارش بتاعه رمضان، كنت جبت مفرش من اللي انا كنت جايباه على الرخامه ده حطيته هنا. بس لو نزلت الخيامات تاني باذن الله هجيب واحد واحطه هنا. هجيب واحد كده ينزل من على الجناب، من الجنب ده والجنب ده، عشان التراب بقى والدهون. انتوا عارفين بقى التراب، عايزه اقول لكم التراب مدمر الشقه عندي. بس هجيب لها بقى المفرش وهنفرشها سوا باذن الله. اي سؤال بقى، اي استفسار، محتاجين تعرفوا عني اي حاجه، اكتبوا لي بقى في التعليقات وانا هرد عليكم باذن الله. وانتظروا بقى الفيديوهات الجايه باذن الله. هنعمل بقى تفريزات زي ما قلت لكم، وهنعمل حاجات حلوه كتير. وقولوا لي مبروك بقى في التعليقات كده، واشوفكم على خير في فيديو جديد. يلا باي باي.